وكمان في معنا ضيفة أيضا صوتها مرتبط بطفولتنا بشكل أو بآخر. بدنا نرحب بالفنانة الممثلة أستاذ فؤاد. يمكن اليوم أنت إذا بتسمع أي صوت بأي مطرح بتعرف إنه هيدا الصوت فيه يتطور ويصير منه شيء، وهيدا الصوت لا ميؤوس منه، صح؟ ايه اكيد. بتصير تراقب الأصوات أنت. ايه صح، وهيدي معاناة انه بتسمعي اصوات كذا منيح تضرب بالدين. وانا عندي مشكله قصه عندي بصمه الصوت، يعني اذا سمعت صوتك مره حكيتني على التليفون بعد 3 سنين قد ما بدك هذا فلان الفلاني، لذلك ما حدا بيقدر يعمل علي ضروبه، في ضروبه ما فينا حدا يمثل عليك. بعرف الصوت لو غير الصوت مره على التليفون مشان يستلمر فيهم مثلا ما حدا بيقدر. ما بتزبط. في صديقتي عملت معي ضرب هذا قالت لي ما زبط، قلت لها صوت فلاني يا الله. بكون انا نايم في تلفزيون حدا عم يحكي بقول لها هذا فلان الفلاني، بتقول لي شو عرفك؟ خلص الصوت انا كان الاذن كثير دقيقه. فدائما نحن بنفتش لما يجي واحد بده يتدرب. انا شو بهتم بالهويه الصوتيه. هويه الصوتيه، بسمع على الهويه، صوته في نغمه معينه بتلبق للشعر، بتلبق للاخبار، بتلبق لاشياء معينه. انا بروح نحو شغفه، لانه انا الشغف اهم من الصوت. لما يكون عندك شغف وصوتك عادي، شغفك هو بيحفزك لحتى تتحرك تماما. لما يكون عندك صوت مهم وما عندك شغف تبقى بمكانك. صح. اذا الصوت انا عندي اياه تاني مرتبه، الشغف اهم. لهيك انا مثلا بسال الشخص اللي بيجي بده يجرب صوته، بقول له هوية صوتك اخباري، انت شو بتحب؟ بقول لي والله بحب الشعر. معناتها بدنا ندرب صوتك ليلحق شغفك مش العكس. حلو. مثل ما الواحد بكون انا مثلا بالجامعه بدي فوت على الجامعه بحب الاعلام، بيجوا اهلي بيقولوا لي لك شو بدك بالاعلام، روح على الطب، هندسه، كذا، بتطلع لك فلوس وهيك. ماشي الحال، كرمالكم كرمال المجتمع والبيئه بتأمروا امر. بروح بقعد 4 6 سنين 5 سنين 6 سنين بخلص الطب، بعطيهم شهاده بلحق شغفي. هلا انت بتخلي الشخص يلحق شغفه من خلال صوته، ونحن لحقناك على الانترنت، عملنا سيرش عنك وعملنا عنك تقرير. خلينا نشوف. هلا. الفنان فؤاد شمص معلق ومدبلج صوتي، كان رفيق لطفولتنا بالكثير من أعمال الزمن الجميل. قدر يخلي صوته سفير إله، ونشوف أهم الأعمال حاملة بصمته الصوتية من رسوم متحركة مثل باتمان، سلاحف النينجا وغيرهم، وأفلام مثل أطلانتس الإمبراطورية المفقودة والبحث عن نيمو، بالإضافة للوثائقيات على ناشيونال جيوغرافيك والمسلسلات يلي من أهمهم يوسف الصديق والعديد من الأعمال. استاذ مادة الدوبلاج ومادة فن الإلقاء بجامعة الجينان في لبنان، أشرف على العديد من الورشات المتخصصة في الدوبلاج وفن الإلقاء بالعديد من البلاد العربية. ما بين زمننا الجميل والمسيرة المهنية الطويلة، رحلة رح يشاركنا فيها الأستاذ فؤاد شمص بأمسيتنا اليوم من هلا الهلال. أستاذ فؤاد، بدنا نسألك شو يعني معنات كلمة فن الإلقاء؟ شو معناها؟ في كتير ناس بيقولوا بدنا نروح نلقي نص بالاستوديو. ما في شيء اسمه إلقاء نص. إلقاء كلمة، في أداء كنص مش أداء كلمة. إذا الإلقاء إلى معنى. وليش بيسموه فن؟ الإلقاء ليه بيسموه فن؟ هذا كمان لازم نعرفه. طيب، أول شيء شو الإلقاء؟ أهم شيء بالإلقاء هو أنا أول شيء أن ألقي بصوتي ضمن لقاء أو يكون يعني مقبول أو ضمن لقاء حاشد. فهو أهم شيء أنه إلقاء صوتي، أنه بحيث يوصل لآخر واحد يقول لي تمام سامع الصوت والمخارج الحروف ممتاز، بعدين بنحكي بالأداء والإحساس ما في مشكلة. أهم شيء الصوت، بيوصل الصوت تمام ممتاز، اللي حولي ما ينزعج، ما يقلب يعني على حسابي وصلت صوتك لهونيك صرخت. لا، لازم وصل بشكل اعتدال، يوصل لهونيك تمام، والاخ لحد اللي تمام ممتاز حلو. صوت منيح. اذا هيدا هو فن الالقاء. وفي فرق بين فن الالقاء واللقاء الاذاعي او اللقاء التلفزيوني. اللقاء غير الالقاء. صح. اوكي، اكيد. فهيدا له تفسير وشرح طويل يعني. اكيد. لانه في فرق كمان بين فن الالقاء وفن الاداء. رح نحكي بالتفصيل، رح نحكي بالتفصيل بدنا نسجل عنده بالجامعه لحتى نقدر. هلا عم بحس حالي انا هلا بدرس اسلوب رائع بايصال الفكره. خلينا نقول استاذ فؤاد. استاذ فؤاد وضيوفنا الكرام، خلونا اول شيء نشوف هذا الفيديو وبعدين نتحدث بالتفاصيل. في البدايه
تتيح لكم حبة هلامية أن تكونوا مبتكرين للنكهة. بوجود 50 نوعا أصليا تراوح من التفاح الأخضر إلى كعكة الجبنة بالفراولة، كل حفنة من الحبوب الهلامية هي مغامرة في النكهة. عزلنا السم ألفريد. سآتي بعينة من النبتة من حدائق غوثم النباتية، سنستعملها لإيجاد الترياق. ترى هل ترغبان في الرقص؟ فأنا أود أن أتسلى. أعرفه، ذاك الخفاش الذي يدعى فيدجت يعمل لدى المزعج للغاية الذي كان هدفا لتجربتي. فعل ذلك؟ الأعماق؟ هل تقصد أنه يوجد المزيد من هذه البلورات؟ وأشياء أخرى. هذا غير صحيح، تم دعوتي إلى المحكمة عدة مرات، ربما سيصنعون تمثالا لي. لا ما تقلي كنت بهيدا الكرتون اخر واحد كمان. بس انا اولادي بيحضروا هيدا الكرتون على كارتون نتورك. كرتون العجيب هيدا انا بسميه. ما في شيء طبيعي فيه، بس الاصوات طبيعيه. حتى الرسم منه طبيعي. بس سبحان الله هو مقزز على فكره يعني. بس بحبوا الاطفال سبحان الله، عجيبه صح. كثير. الاطفال كمان بدهم خيال. استاذ فؤاد، استاذ فؤاد، اذا بدنا نيجي اليوم كاشخاص نحن نقدم على الدوبلاج او عالم الدوبلاج، اكيد لازم يكون في شروط معينه تتوفر بهاي الشخصيه اللي هي تدخل في عالم الدوبلاج. شو هي الشروط؟ اول شيء الصوت طبعا. شو؟ الصوت لا. شو اهم من الصوت؟ الشغف. الشغف. يكون عندك شغف، مش هيك؟ صح. بتحب هيدا الشيء. ايه يكون عندك موهبه، يعني المهم بدي اياك تكون عندك رغبه، بتحب هيدا الشيء، يعني منك جاي كرمال شهره او كرمال مال. هول اذا جاي كرمالهم معناتها مسيرتك طويله لا توصل. بس تكون عندك شغف وحابب وبيبين من حركته ولهفته وبده تركيزه وكذا، هذا بقول له بيوصل. لانه الدبلاج ما بيهم الصوت فيه، في كاستنج للدراما، فانت صوتك حتى لو كان مقبول بنلاقي شخصيه بيزبط لهذا، معناتها ما في مشكله. ما في جماليه مثل مثل الوثائقيات، لازم حتى تاخذ المعلق بدك يكون صوتك حلو بالمعنى. نعم. ايه حتى صوتك عادي كمان بالوثائقيات تاخذ شخصيات عاديه، ما في مشكله، يعني كله دائما في له حلول. اذا الصوت في صوت حلو، في صوت مقبول، في صوت معقول، في صوت بينشغل عليه. ما في صوت مش حلو، يعني شو ما يكون الصوت بنلاقي له مطرح المناسب. فينا يعني كيف نفصل الصوت، نقول في صوت حنون، في صوت جهوري، في صوت ضخم، كمان بينعمل هيك تصنيف. اوكي هلا هون بنكون نحن عم ندخل بالتفاصيل. لا قصدي في هيك تصنيف اصلا بالاصوات. في تصنيف في اصوات كاركتير. صح. طيب وبعد اهم شيء الشغف والصوت، هيدا اللي اذا بده يفوت على الدبلاج. مش هيك؟ طبعا. ما نحن قلت لك اول شيء بدي اعلمه دبلجه الصوت. نعم. في قلت له في شيء اسمه تيك توك، هيدي بس بتسمعي صوت معين كيف تقدري بتحكي كانه انت عم تحكي، مثلا عادل امام، فانت بتدبلجه بالصوت، فبتسمع صوته بتدبلجه بتقول اف 100% جايبه. هيدي تطبيق لدبلجه الصوت. نعم. كمان تطبيق لدبلجه الصوره في اسمه تطبيق مادلبز، كمان بدربهم عليه، بصير بالتليفون بصير بدبلج شوي شوي، معناتها هدول نجح فيهم، معناتها قرب يفوت قرب يجي. دبلجه النص بنشتغل على النص، وبعدين دبلجه المشاعر، كيف انت بدك تمثل الشخصيه، يعني كل شيء يدبلج ما بس الصوت طلع. ايه طبعا. فاذا بتغير الانسان بس الشخصيه اخرى. اذا كنت انت معصب والدور كثير رايق، فبدك تروق اعصابك، بدك تتعلم تفصل بين مشاكلك الخارجيه والداخليه. فلما تفوت بدك تركز وتدرس الشخصيه وتعملها. كيف بنمثل؟ كيف؟ شوفوا العبره وين. في كتار اشخاص بيفوتوا بعالم الدبلاج ما بيعرفوا يمثلوا، يعني انت مثلا بتقرا اخبار مونوتوني وبتقرا وثائقيه، بيجي بده يمثل الدور بين عليك وثائقي عم تمثل يعني ما في تمثيل ناشف. بيقول لك مثل يا ابني، مثل يا اخي، كيف بدي مثل؟ طلع احساسك من جوا، كيف بدي طلعه؟ ما في اسئله، ما حدا بيقول لك كيف والطريقه. هون انت لازم انا بدي اعلمه كيف. انا ما كان من زمان حدا يعلمني كيف مثل، كنت اقعد مع حد عمالقه اطلع هيك، هن في واحد صوته مثلا جهوري هيك ما شاء الله بياكل الشخصيه اكل وتمثيل ما شاء الله هو ممثل، انا لسه بعدني فايت جديد. يعني استاذ فؤاد، انت الخبره هي اللي خلتك تكتسب هيدي طبعا. انا صرت انا اكتشف شو المشكله وين وكذا، فتبين انه في عندنا طبقه صوتيه، هي الطبقه اللي بنحكي فيها بالحياه. مثلا ما في عندكم لهجه، في عندي طريقه لاقدر شيل اللهجه، في عندي طريقه لحسن لك صوتك، في طرق كثيره، بس في ناس ما بتفكر كيف بدها تعالج هذا الموضوع، ما بدها تتعب حالها. لاعطيكم امثله. اذا انت مدرب وجيت لعندك انا هلا مثلا
لشيل اللهجه مثلا. بيجي بيقول لك السلام عليكم كيفك يا ابن عمي ماشي الحال، هاي لهجه ضياعيه مثلا. عرفت كيف؟ السوريه كيف تطلع معك مثلا لك شلونك استاذ شلون اخبارك ماشي الحال، لك يا اخي انت بتعرف القصه ما فيها ملعوب فيها يا اخي، لك ايه بدنا ندبر وضعنا بدك تظبطنا هالصوت. ايه شو هالحكي كلامك مو منطق بنوب شو هالحكي. نقدر نعمل بالاصوات. فواحد يجيك هيك واحد غير مطرح على فكره بيحكي سوري مزبوط، عم بيحكي سوري مزبوط، سوري الشامي السوري الشامي تبع هيدا التعتير المعترين تبع ايه علينا سالين بالمعلق على راسي والله مثلا. فالمهم هيدا الشخص اذا انت كمدرب اجاك واحد هيك وعم يحكيك بهاللهجه وقال لك بدك تظبط لنا هالصوت بتعرف كيف، طلع في هيك انه هذا كيف بدنا نظبط له هاللهجه، كيف بدنا نشيل له هاللهجه، كيف هدك؟ قلت له انا كمدرب انت شو بتعمل بهيك حاله؟ قال لي شو بدي اعمل؟ بقول له يا خيي اذا مصر وبده يدفع مبلغ منيح بنقول له اوكي بس مش مضمونه النتائج، مش مضمونة. هيدي لحتى يطمن نهائيا مش مضمونه. قلت له لا انا بعطينا مضمونه النتائج لانه انا دارس علم طبقات الصوت. انت يا استاذ عم تدربه على الطبقه الصوتيه اللي هو متربى هو صغير، البيئه عم تحكي اللهجه، فهيدي الطبقه تشربت باللهجه، ما فيك بين شهر شهرين تقدر، لا 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 هيدي الطبقه بقول له الله يخلي لك اياها وهيدي حكي فيها مع العالم على راحتك. تعال نشتغل على اوتار صوتيه غير مكتشفه وغير متاثره بهيدي الطبقه. حلو. غير متاثره. فمثل كيف يعني عندي ولدين ما خلقوا جداد، خليت واحد بلبنان وواحد تاني سافرته على امريكا. بعد 10 سنين بيجي ابني لا بيحكي هيداك لبناني وهذا لا بيحكي امريكاني، هيداك عرفت كيف؟ مع انه خلقوا سوا بس هيدا غير متاثر بهيدا، هيدا اخذ اللهجه البيئه الموجوده وهيداك اخذ. فمعناتها انا بدي اعمل عمليه بين 3 اشهر 6 اشهر لاقدر اطلع لك الوتر اللي غير متاثر بهيدي الطبقه، معناتها وتر جديد. معناتها بقول لك السلام عليكم السلام عليكم، رحت لوتر جديد طبقه جديده عملت لها مميزات وصفات وكذا عم بشتغل يعني عليها كانك عم تعزف على اوتار آلة موسيقيه طبعا نظامي كل شوي بيطلع وبينزل. ففي وتر حقيقي وفي خيط، في وتر غير حقيقي انا بسميه خيط. فانت احيانا مرات بتقلي يا خيي انا بس عم سجل بتعب بينزل صوتي، مرات بيفتح صوتي وهذا خطا انه يتعب او يفتح. معناتها منك متمسك، انت منك مسيطر على صوتك وعلى الحبال الصوتيه. شو الحل؟ في المشكلة هون انه انت هيدي الاوتار الصوتية غير متماسكة، لازم تشتغل على دوزنتها. شفت الوتر ما بيجوا كل الناس عندهم حبال صوتية مش هيك؟ بشد الحبل. هيدا العود اذا حطيتي له حبل ما بيعطي نغمة. الوتر بيعطي نغمة، الخيط ما بيعطي نغمة، الوتر الوحيد. فلذلك في ناس بيستعملوا احيانا الوتر وهن مفكرين انه عم يستعملوا الخيط، الخيط هن مفكرين عم يستعملوا الوتر، بيلاقوا يا الله عم نتعب وكذا ومعاناه وما معاناه. اخر شيء بيقول له طب روق ما في قاعده بنعمل عليها بنمشي بنقدر نميز بين الخيط والوتر. ميز بين الخيط، اول شيء عرف انه هيدا وتر بنشتغل عليه. بس اذا قاعد عم تشتغلي 10 سنين وعلى الخيط وعم تتعب حالك وعم تتعبني. هلا هيدي المشكله. الشراب بيأثر على الحبال الصوتيه؟ نعم الشراب مشروبات يعني ايه طبعا بيأثر بس على المدى الطويل، على المدى الطويل. في ناس بيدخنوا كمان على المدى البعيد. اي اصعب الانواع؟ هل هو الدوبلاج ام اليوم التعليق الصوتي على الوثائقيات ام انك تعمل اعلان ام انك تشتغل بتمثيل دوبلاج لافلام كرتون؟ أي أصعب؟ أي أصعب منه؟ واحد يعني إذا كان محترف ما فيك تسألي هالأسئلة، لأنه المفروض الفرق بين المعلق العادي أو المعلق المحترف مثل فرق بين الممثل العادي والممثل القدير. ليه الممثل بيسموه ممثل؟ لأنه قادر إنه يمثل شخصية كاركتير واحد هو الكوميك مثلا، بس مش قادر يمثل شخصيات تانية. هذا ممثل عادي. لكن القدير هو قادر أن يخرج إحساسه ساعة يشاء، هذا بنسميه قادر اللي بيقدر يلعب كل الأدوار. هلا أنا بقدر ألعب كل الأدوار، فهون لذلك محترف، ولذلك ما بلاقي في صعوبة بالبداية. ليه؟ لأنه بحبه وخلص دخلت بعمقه. المسألة وين؟ أهم شيء إنك تقدر تطلع المشاعر بصدق. لذلك بقول لها هون هي ليش بينجح العمل؟ من خلال إنه صدق المشاعر اللي بتطلعها. كيف بتطلع المشاعر؟ شو الطريقة؟ إذا أنت جاي مذيع أخبار وما بتعرف تمثل وبتحب هيدا الدومين دوبلاج، بدك تفوت لجوا، المخرج حيقول لك أدائك إخباري، أدائك وثائقي، مثل، طلع من جوا. كيف؟ هون الطريقة. أنا بقول لهم إنه هيدي الطبقة الفنية اللي حكيت لكم عنها، هيدي طبقة بسميها أنا طبقة فنية. هذا اللي بيحكي نحن باللهجة أو أي شيء بيحكي فيه هيدا ياما صرخت وبكيت وعصبت وكذا، هيدي فنانة.
هيدي فنانه، فانا بستفيد منها بشو؟ اكتشافات مثلا اليوم جديد على فكره. نعم اكتشافات جديده عم نحس. طبيعي. فهيدي الجمله الوثائقيه، لذلك التمثيل نحن كنا نمثل مكسيكي، ندبلج مكسيكي. نعم. فلذلك في تقل بالتمثيل الفصحى، في تقل، مش مين ما كان بيقدر يمثله. ولكن هلا بالتركي السوري مين ما بدبلج باللهجه اهون شيء. اي واحد مثل، لانه طبيعي احكي عادي، احكي طبيعتك بيمشي الحال. بس مثل فصحى ببين اذا ممثل ولا. طب حتى نشوف ندربك على انك تمثل بالفصحى كيف. مثلا بنقول هاي الجمله بالفصحى، لا اريد ان اكلمك الان، ابتعدي عني. عظيم، مثل لي اياها لشوف. لا اريد ان اكلمك الان، ابتعدي عني. مثلها يا خيي كذا، ضلني بعلل له قلبه. ليش؟ لا تحس بشغله وحده بيعملها، بقول له هيدي حولها للهجه. شو هي؟ انه لا اريد ان اكلمك، لا ابتعدي عني، ما بدي احكي معك، ما بدي احكي معك هلا، حلي عني بهالكلمه، بعيد عن وجهي. لا ما بدي احكي معك هلا، ابعدي عني. لا اريد ان اكلمك الان، ابتعدي عني. خذ الروح وحطها بالجمله الفصحى. طلعت معناها هلا بدنا اياكم تشيلوا رأس جنبكم. نعم. هلا بدنا ننتقلوا لنا نبلش مع استاذ فؤاد، بس بالعربي فصحى. هي ناشونال جيوغرافيك. ناشونال جيوغرافيك. يلا هلا كل حدا حيسمع حيعرف نحن وين. تنشوف. خلص خطيارنا يا استاذ، صار بدها ومش مشكل الناس كمان هي اختبار. تعتبر غابات الأمازون أحد أهم المواطن لبعض أكثر الكائنات التي لا تصدق على وجه الأرض. ولكن هناك الظروف الاستوائية من الغابات المطيرة التي تسمح بازدهار هذه الحيوانات لتعيش في منطقة الأمازون. حلو. بتعرفي شو حسيت حالي؟ حاطط التلفزيون، حاطط كاسة شاي وعم بحضر ناشونال جيوغرافيك. بتعرف انا شو حسيت حالي؟ قاعدة بالاستوديو عم براقب الحلقة. لأنه هي عندي عملها. أنا مع ليه؟ لأنه عادة المدبلج دائما لازم نمرق معلومات مهمة. المدبلج لما يجي بقول له أول شيء في شيء اسمه رسوم متحركة ورسوم كرتون ورسوم جماد. بقول له شو معناتهم هول؟ الرسوم المتحركة هي إنسانيات، رسوم الكرتون هي حيوانات، ورسوم الجماد هي الأشياء الجامدة، الشمس، القمر، الحجر، كله هذا جامد. فالرسوم المتحركة على الأقل هو إنسانيات. ما فيك تدبلج 5 شخصيات، طفل، شاب، أب، عم، جد. فالطفل مثلا فيك تقول تعال إلى هنا يا أبي. الشاب ماذا تفعل هنا؟ الأب وأنت تعرف هذا جيدا. العم تعال إلى هنا هيا بسرعة. الجد ولكنني لا أعرف ماذا تقصدين بذلك. إذا التنوع كمان بالطبقات الصوتية كثير مهمة بهذا الموضوع. أنا دايخة بصراحة بالجملة اللي عم تيجي دغري. كيف عم تجيبها دغري؟ اليوم من وين حاططهم وين؟ بأي جيبة؟ خلص. أستاذ فؤاد شمس، شكرا لحضورك يعني، وإن شاء الله دائما نشوفكم متألقين بكل مكان يا رب. شكرا كثير على هالاستضافة الحلوة وهالجمعة الحلوة وهالمعلومات اللي بنستفيد منها كلنا، وخاصة بشهر رمضان المبارك. أنا هيك بدي إعلان، نستغل وجودكم يعني، صح؟ بدنا إعلان هيك للبرنامج هل الهلال على شاشة قناة الثقلين، بس على صوتكم، على طريقتكم. بنبلش مع الست ديان. هل الهلال برنامج يجمع بين الثقافة والفن والإبداع. تابعونا. حلو خلص أنا يعتمد. لا دورك. هل الهلال برنامج رائع نستمتع به جميعنا، فكما نستمتع ندعوكم للاستماع وللاستمتاع معنا قريبا على شاشة قناة الثقلين. قناة الثقلين. يعطيكم ألف عافية. شكرا للمشاهدين أيضا. أكيد كمان يلي رافقونا بهيدي الحلقة، وأكيد لقائنا رح يتجدد بحلقة جديدة من هلا الهلال، والختام معك إسحاق. شكرا لوجودك. شكرا لك إسحاق، حياتي.